السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. خلاص داخلين على السنه الجديده والجو برد فشخ يا جدعان. إيه الجو ده؟ 2025 سنه بادئه بدايه غريبه، اطباق طايره عماله تظهر، جو عمال يتغير، فيروسات جديده عماله تظهر ويقول لك مش عارف متحور جديد تاني. اسعار طبعا عماله تعلى لحد ما بقناش بنقدر نخش السوبر ماركت اصلا. والله العظيم انا بقيت اخاف اخش السوبر ماركت وحياه ربنا. يعني بعدي قدام السوبر ماركت كده، اركن العربيه وافضل ابص في السوبر ماركت كده لمده 3 دقايق، و90% من الوقت بمشي ما بخش السوبر ماركت. والله العظيم. لان بجيب حاجات عبيطه قوي من السوبر ماركت، بلاقي نفسي دفعت 200 جنيه 300 جنيه، حاجات عبيطه. ما جبتش اكل بقى، ما جبتش اي حاجه، شويه حاجات حرفيا عبيطه. شيبسي بقى على ما اعرفش ايه على ايه، اللي هو حاجه هتاكلك مره واحتمال ما تكملش المره دي كمان، الاقي نفسي دفعت 200 300 جنيه. فبقى رعب، السوبر ماركت بقى مكان مرعب جدا بالنسبه لي والله. المهم ان الفيديو ده انا عامله للشباب، عشان انا حاسس بيكوا. والله العظيم انا كل ما اقعد مع حد من اصحابي، سواء متجوز او لسه ما اتجوزش، سواء سنه لسه صغير في الاوائل العشرينات، في اخر العشرينات، في الثلاثينات، كل ما اقعد مع حد من صحابي او من قرايبي الشباب، اقسم بالله حالتهم تحزن. كله مكتئب. بس طبعا انتوا عارفين الرجاله على طول بتحب تضحك وبتاع، احنا ما بنعرفش نعيط، ما بنعرفش نستعطف حد، ما بنعرفش نقعد نشتكي كتير. بس انا جاي اطمنك في الفيديو دوت واقول لك ان رغم كل السواد اللي باين في المستقبل، رغم كل الكتامين اللي الشباب عماله تسفه، رغم كل الحاجات دي، بس عايز اقول لك ان والله العظيم لو انت من جواك راجل بجد، لو انت عيل ناشف من الاخر، كل ازمه هتخش فيها هتفشخك وتجيبك الارض. لما تلاقي نفسك مش لاقي تاكل حرفيا، ولما تلاقي نفسك صاحبتك سابتك ولا خطيبتك سابتك، لما تلاقي الدنيا كلها بتيجي عليك، لما تلاقي نفسك واقف لوحدك في أزمة ومحدش بيعبرك، لما تلاقي عربيتك اللي انت شقيت عشان تجيبها بايظة ومحدش هيساعدك عشان تصلحها، لازم انت اللي تشقلب وتتصرف عشان تصلحها. كل الحاجات دي هي اللي هتخليك تعمل فلوس، وهي اللي هتخليك تنجح، وهي اللي هتخليك سوبرمان من الآخر. عشان بقول لكم انا زعلان من منظر اصحابي ومن منظر قرايبي الرجاله والشباب اللي بقعد معاهم، اقسم بالله حاجه تحزن. وانا منهم. انا مكتئب ومكتئب اكتر منهم كمان. بس زي ما بقول لك، الرجاله لما بتقابل بعض في حته بتضحك في وش بعض، مالك مكتئب؟ على الله. طب ايه هتعمل ايه؟ على الله. فانا بس عايز اقول لك كلمتين مهمين والله العظيم. انا مش هقعد اقول لك بقى انت احسن من غيرك، عشان انا ما بحبش الكلمه دي. وما بحبش برضو بص لغيرك اللي مش لاقي ياكل وبياكل من الزباله، وبص للشباب اللي مثلا في فلسطين، ربنا يحررهم يا رب، ويولع في ولاد الجزمه التانيين. بص هم دلوقتي قاعدين حالتهم عامله ازاي ومش لاقيين ياكلوا وبيموتوا كل يوم مش عارف ايه. انا ما بحبش كلمه بص لغيرك ديت. والحمد لله طبعا على كل شيء، والحمد لله ان احنا في نعمه، كده كده احنا في نعمه، الحمد لله الحمد لله. احنا زي الفل والله العظيم. بس انا ما بحبش حكايه بص للي اقل منك دي عشان ترتاح، لا، بص للي احسن منك وحاول تبقى زيه. بس انا هقول لك حاجه بقى، غير بقى كل اللي بيقولوه الناس، اهلك هيقول لك بص اللي اقل منك، اي حد من صحابك يقول لك احمد ربنا بص اقل منك. انا هقول لك حاجه تانية خالص بتنفع معايا طول عمري وعن تجربه شخصيه. انا حصل لي حادثه في 2018، فانا عايز اقول لك بقى على حاجه مهمه من تجربه الحادثه دي. انا قعدت تحت العربيه لمده 10 دقائق مش عارف اطلع، في مكان صعب، الدنيا ضلمه وصحراء ومحدش بيعدي. فقعدت اصرخ الاول الحقوني الحقوني، محدش بيلحقني عشان اللي حواليا كله هو، مش حد بيعدي اصلا. فانا قاعد رقبتي مزنوقه بين عجله العربيه والرصيف مش عارف اطلع. وكل اللي بفكر فيه دلوقتي ان انا لو طلعت هتشوه، هتعمي، هيحصل لي حاجه. فلحد ما استسلمت واتشهدت، قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، قررت ان انا استسلم خالص، ايه، واتكل على الله في سلام. ورحت مغمض عيني كده، عارف انت والله اللي هو ايه، انا هموت هموت في سلام، او die in peace. في اللحظه دي كل حاجه في حياتي اتغيرت. معرفش الوقت اللي عدى قد ايه في ادراك، انا اعتقد ان هم كانوا مثلا يمكن دقيقه ولا حاجه، بس الله اعلم، يمكن كانوا اقل يمكن كان اكتر. انا ما كنتش مدرك خالص ساعتها الوقت بيعدي قد ايه. بس اعتقد ان هي كانت دقيقه يعني. في دقيقه بعد ما غمضت عيني واستسلمت، في ناس كتير بتتكلم يقعد يقول لك ده شاف الموت بعينه، ده شاف الموت بعينه، بس ما اعتقدش ان في ناس كتير شافت الموت بعينها. عشان لو شفت الموت بعينك انت بجد هتطلع من التجربة دي شخص تاني خالص. عمرك ما هتبقى الشخص اللي كان قبل التجربة دي هو الشخص اللي بعد التجربة دي. لازم هتتغير، هتتشقلب 180 درجة. الكلام ده حصل لي وانا عندي حوالي 28 سنة. اوريدي كنت ابتديت اكبر وهتغير وافكاري هتتغير، بس اللي حصل لي خلاني اتغيرت جامد قوي قوي قوي. واللي خلاني اصلا اشد وشي واقرر ان اتشوه، واتشوهت فعلا. بس الحمد لله يعني اتعالجت، قعدت كتير قوي اتعالج عشان وشي يرجع طبيعي كده زي ما انتم شايفين. بس وشي كان مسلوخ يعني.
غير بقى الكسور كتير قوي، 4 ضلوع مكسرين، على ترقوة مكسورة، على كتف مخلوع، على اصابات في كل حتة في جسمي. المهم ان انا اللي طلعت بيه ان لما بتبقى في ازمة جامدة قوي، مش قصدي بقى ازمة مالية او كده، لما بتبقى في ازمة بتصارع عشان تعيش من الاخر. يعني زي الشوية اللي انا كنت قاعدهم تحت العربية دول، تفتكر في الشوية اللي كنت قاعدهم تحت العربية دول كان ممكن يجي في دماغي اي حاجة من اللي منكدة عليك دلوقتي؟ كان ممكن يجي في دماغك ان صاحبتك سابتك؟ كان ممكن يجي في دماغك ان انت مش معكش فلوس تجيب لبس؟ كان ممكن تيجي في دماغك ان عربيتك بايظه؟ كل الحاجات اليوميه اللي بتعكنن عليك دلوقتي تفتكر ممكن تيجي في دماغك لو انت مثلا في غابه وتايه وعايز تطلع منها ومش عارف تعمل ايه عشان تطلع؟ فانت حرفيا كل اللي بتفكر فيها تجيب اكل ازاي عشان تقدر تسرفايف او تعيش عقبال ما حد يجي ينقذك او عقبال ما تطلع. هو ده اللي كان حاصل لي تحت العربيه، انا عايز حد ينقذني، مفيش حد بينقذني. طب انا هعرف اطلع ولا لا؟ عمال احاول اشد في راسي مزنوقه مش عارف اطلعها، عظم رقبتي عمال يتكسر. تفتكر في الوقت دوت ممكن يجيلك اي افكار بجد من اللي بتنكد عليك يوميا؟ تفتكر هتفكر ان الكتامين غلي ان الحشيش غلي؟ تفتكر هتفكر في اي حاجه والله العظيم بجد من اللي بتنكد علينا احنا كشباب؟ مستحيل مستحيل الحاجات دي تقرب من تفكيرك او من دماغك اصلا. عشان انت اتحولت من بني ادم ملهي بكل مغريات الحياة لبني ادم بيدافع عن حياته، عايز يعيش مش عايز يموت. لو انت اتعلمت تأدبت او تستحضر الاحساس دوت طول الوقت، لما تبقى تعبان او مكتئب او حالتك النفسية وحشة زي دلوقتي كده في السنة اللي احنا داخلين عليها دي، اكيد انت لو دخلت تتفرج على الفيديو دوت من عنوانه كده اكيد انت حالتك النفسية مش قد كده يعني. اكيد واكيد زيك زي اصحابي وزي الشباب كلها تعبان وشايف المستقبل اسود ومش عارف تعمل ايه. بس بجد فكر لو انت ما اتحطيتش في الموقف ده طول حياتك ان انت تصارع عشان الحياة. يعني زي ما بقول لك حادثة زي اللي حصلت لي، حد بيهددك وهيموتك، تايه في مكان ومش عارف تطلع منه، اي حاجة فيها صراع عن الحياة يعني يا تعيش يا تموت من الاخر. لو ما اتحطيتش في موقف زي ده حاول انت بدماغك تتخيل نفسك في الموقف دوت وتشوف انت هتعمل ايه. اقسم بالله هيطلع منك طاقة. انت عارف العربية بتاعتي وزنها قد ايه؟ عربية كبيرة وزنها تقيل. انت فاهم يعني ايه اشد دماغي واطلعها ما بين عجله ورصيف، ما بين حجر وعجله العربيه والاتنين لازقيني عاجنين وشي، واشد واطلعه؟ انت متخيل القوه اللي جات لك كبني ادم اللي عمرها ما هتجيلك في الظروف الطبيعيه عامله ازاي؟ انت متخيل ان انت تقدر تجيب الامكانيات دي وتوظفها في حاجات تانية هتعمل ايه؟ طبعا عمرك ما هتقدر عشان دي مش طبيعتنا كبني ادمين، ان انت وانت في وقت اللي انت مرتاح فيه وفي الكومفورت زون بتاعتك وقاعد مثلا اهلك بيعملوا لك اكل وبيجي لك فلوس او في حد بيديك مصروف، او لو انت كبير شغال موظف وفي فلوس كده كده هتجيلك اخر الشهر، عمرك ما هتعرف تخش في الحاله اللي انا بقول لك عليها دي. بس لو انت مضغوط جامد قوي وفعلا واصل لدرجه ان انت مثلا معكش فلوس تاكل بجد او كده، انت ممكن تقرب من الحاله دي. انت بتفايت عشان حياتك فعلا. انا عندي وشم هنا كنت عامله يعني ايام الشقاوه يعني وكده، مكتوب you don't hustle you don't eat. يعني لو ما شغلتش دماغك مش هتلاقي تاكل. انا كنت محتاج افكر نفسي بدوت طول حياتي عشان دي كانت فتره من حياتي لما كنتش تعبت، مش بقى عشان اقول لك عايز اجيب بقى عربيه ولا انا عايز شقه ولا انا عايز اعمل فلوس ولا انا عايز اعمل اي اسافر اي حاجه من الحاجات اللي الناس عايز تعملها، لا انا عشان ما اموتش. فاهم؟ في فرق كبير قوي بين ان انت بتفايت عشان حياتك عشان ما تموتش، وفرق بين ان انت بتحاول تتعب نفسك شويه، وهي مش طبيعتك ان انت تتعب نفسك عشان احنا كبني ادمين كسلانين، عشان شويه حاجات انت عارف ان انت من غيرها هتعيش. فاهم قصدي؟ زي ما بقول لك انت لو هيجيلك مرتب اخر الشهر، لو انت نمت في البيت دلوقتي اسبوع وقلت لهم انا عيان، عادي مرتبك هيجيلك اخر الشهر، مش هيحصل اي حاجه. انت مش هتفرق مع الناس دي في حاجه ولا هتفرق مع الكون في حاجه. لو غبت عن الكون كل اسبوع ولا اسبوعين انت مش هتفرق في حاجه. فالفكره دي اصلا طول ما هي قدامك او طول ما انت حاسس بيها، الطاقه اللي هتجيلك هتبقى 2 او 3% من الطاقه اللي فعلا عندك او اللي تقدر تخلقها. هيبقى انت بتاخد 3% وسايب 97% مش عارف توظفهم مش عارف تجيبهم. لو انت عرفت توظف بقى الباقي دوت، يا عم مش هقول لك خد ال 100% من الطاقه لان صعب قوي ان حد يعمل كده، بس لو وصلت ل 50% من قوه عقلك ومن قوه طاقتك، انت متخيل انت ممكن تعمل ايه؟ مفيش حاجه تخليك تعمل كده غير ان انت تكون بتفايت عشان تعيش. زي ما بقول لك هو ده الوقت الوحيد اللي بتلاقي الناس بتعمل حاجات خارقه. فانت لو نفسيتك دلوقتي تعبانه فكر في دوت. هقول لك على حاجه انا بعملها في برنامج على اليوتيوب، موجود على اليوتيوب، هحط لكم اسمه دلوقتي، اسمه I shouldn't be alive. ده بيجيب قصص حقيقية لناس واجهت الموت بجد وكانت هتموت خلاص وعاشت. اللي عاش بقى اللي مثلا كان شارك اتاك، قرش عضه وكل دراعه بس ما ماتش، اللي وقع من طيارة وقعد يعافر في حتة ما فيهاش بني ادمين لحد ما حد جه انقذه.
اللي كان بيصارع دب والدب فرتك امه خالص وقعد ينزف لحد ما حد جه انقذه. قصص بقى كلها حقيقيه، وبيجيب لك الناس بجد بتتكلم وبيعملها لك زي حلقه كده من مسلسل، بيجيب ممثلين يعملوا القصه وفي نفس الوقت بيجيب الاشخاص الحقيقيين اللي حصل لهم الموضوع يحكوا الموضوع. اتفرج على الشو ده، اتفرج على الشو ده وتخيل نفسك مكان الناس دي، اقسم بالله. اقفل الانوار كده واقفل على نفسك خالص واقعد اتفرج واتسحل معاها، وتخيل نفسك لو انت اتحطيت في الموقف ده هتعمل ايه؟ هتبقى جبان وهتستسلم وهتموت، ولا هتعمل زي ما الناس دي عملت وتحاول تعيش؟ هي دي النقطة الفاصلة بين ان انت تبقى بني ادم كسلان وقاعد في السرير ومش قادر تقوم تعمل حاجة ونفسيتك تعبانة ومكتئب. ما هو الاكتئاب ده بيجيب كسل، خلي بالك. انت كسلان يعني انت مكتئب. لان معلش يعني خلينا صراحة مع بعض، انت لو بنت كلمتك دلوقتي جامدة وانت عارف ان هي جامدة وبتاع، قالت لك بقول لك إيه، تعالى ننزل دلوقتي، هتقوم تلبس في ثانية وتتشقلب وتقوم نازل لها. فانت كسلان عشان انت مكتئب مش اكتر. مفيش حاجة تفرحك تخليك تقوم، واخد بالك؟ فمن الاخر الفكرة اللي انا بحاول اوصلها لك ان انت ترجع لطبيعتك كبني ادم، زي ما كنا زمان قوي قوي قوي. رجل الكهف كان بيطلع يصطاد عشان ياكل عشان ما يموتش. ما لو قعد كسلان واتغطى بالبطانية، ما عندوش تلفزيون وبطانية اتغطى بيهم ويتفرج زي ما انت بتعمل دلوقتي، فهو كان غصب عنه عشان ما يموتش من البرد ومن الجوع بيحاول يقوم يشوف حاجة يحطها على جسمه عشان من البرد، بيحاول يقوم يصطاد حاجة عشان ياكلها. انت ما بتعملش كده، فلازم تكتئب يا حبيبي. انا حاسس بيك، انا كسلان زيك. اوعى تفتكر ان انا بقى الشاب بتاع التحفيز اللي جاي اقول لك انا بص انا الدنيا خربانه معايا خالص، والله العظيم. بس بحاول اوصل لك اللي انا بعمله عشان اطلع من الحاله دي. وخلي بالك انا كل نجاح نجحته في حياتي، كل حاجه وصلت لها كنت بوصل لها انا تحت ضغط جامد قوي، وبعد كده اول ما الدنيا تزهزه معايا والدنيا تبقى حلوه بريح تاني وبرجع كسلان تاني. فانا بكلم نفسي قبل ما اكلمكم عشان بس ايه تبقوا فاهمين، عشان ما تفتكرنيش حد من بتوع التحفيز اللي هو انا البطل الخارق اللي هو بصحى الصبح اكل حديد واتجنن واطير في الهواء. فانت نفسيتك تعبانه عشان انت مرتاح، لازم تبطل ترتاح عشان نفسيتك ترتاح. اسمع الكلام ده تاني، رجع كده وعيد الكلام ده تاني. طول ما انت مرتاح نفسيتك هتفضل تعبانه. ما ينفعش، الراجل مش مخلوق عشان يرتاح. ما تريحش نفسك، ما تحطش نفسك في كومفورت زون ابدا. اطلع منها بأي طريقة. خايف؟ خايف من ايه؟ خايف من ايه بجد والله؟ يعني معلش، يعني احنا في وقت دلوقتي الناس بتطلع تعمل اي حاجة عشان تجيب فلوس. فانت لو انت عندك حاجة عايز تقدمها، خايف تقدمها مثلا، خايف الناس هتقول عليك ايه. انا هعمل حلقة كده كده تانية عن الخوف، لان دي حاجة مهمة جدا، واقول لك انا بتعامل ازاي مع الخوف، واقول لك انا ازاي فهمت الخوف بتجيبه منين. ازاي فهمت ازاي تحول الخوف لما تبقى خايف من حاجة تحولها لمصلحتك، تخلي الخوف يشتغل لمصلحتك بدل ما يشتغل ضدك. دي حلقة هعملها كده كده وهتبقى حاجة مهمة جدا جدا جدا، فخليها على جنب دلوقتي. بس انا بقول لك انت خايف من ايه؟ لو انت خايف من ايه يا معلم؟ الملحدين دلوقتي بيعملوا محتوى، في ناس بيعملوا محتوى عن الالحاد، ما بقوش خايفين كده، بقوا بيطلعوا يتكلموا احنا ملحدين ويشتموا في الدين وبتاع. انا كنت عامل حلقة على اولاد الجزمة دول قبل كده. الشواذ يا باشا بيعملوا محتوى دلوقتي انت خايف؟ انت خايف تقدم حاجة؟ اكيد انت عندك حاجة مفيدة اكتر من الالحاد والشواذ اكيد. فانت خايف من ايه؟ اطلع اعمل اي حاجة. عندك شغل شغاله جميل زي الفل، حطه على جنب بيجيب لك مرتب اخر الشهر، انت لسه في وقت كتير قوي في اليوم انت بتقعد ما بتعملش فيه حاجه، بتقعد مكتئب وكسلان وبردان. استغل الوقت دوت واشتغل فيه حاجه تانية، اعمل فيه حاجه تانية. المستقبل كله في الديجيتال دلوقتي وفي صناعه المحتوى وفي الشغلانات اللي اي حاجه بتجيب فلوس بالدولار من الاخر. هتجيب فلوس بالدولار ازاي وانت بتروح شغلك اللي بعمي بيديك 20000 جنيه في الشهر؟ مش هقول لك بقى 5 ولا 10، بيديك 20000 جنيه في الشهر. بتروح ومستني ال 20000 جنيه اللي هيترموا لك وانت بني ادم مالكش لازمه في الحياه خالص، غير بالشويه الثمان ساعات الشيفت اللي انت بتشتغله دوت، اللي هو لو مديرك ما عجبوش اليوم دوت هيطين عيشتك وهيقرفك، وممكن تطلب معاه يمشيك ويمشيك. فانت كده مالكش لازمه في الحياه، انت بني ادم معتمد على مزاج بني ادم تاني. فقوم يا صاحبي كده استعيذ بالله واعمل حاجه الحق بيها نفسك، عشان قسما بالله كل اللي انا حكيته لك في الفيديو دوت عن ان انت لما هتتحط في موقف يبقى بتدافع فيه عن حياتك، هو ده اللي يخليك تبقى عندك طاقه وتشتغل. صدقني ده الموقف اللي اي حد في ظروفنا، اي شاب من الاخر في ظروفنا اهله ما عندهمش حاجه يدوها له، هتحط في الموقف ده. هتبقى من الاخر انت بتفايت عشان تاكل عشان ما تموتش، مش هتبقى بقى عشان رفاهيات ولا عشان سفر ولا عشان عربيات، هتبقى بتعمل كده عشان ما تموتش. فده الكلمتين من الاخر اللي انا عايز اقولهم لك في الفيديو ده. ما تشتكيش لحد، ما تستناش تصعب على حد، وما تستعطفش حد. سيبها على الله واشتكي لربنا بس. ممكن يبقى في شاب زيك حاسس بيك كده زي ما انا بكلمك. لو لقيت حد حاسس بيك وحبيت تفضفض شويه تتكلم، ما تتكلمش غير مع حد شاب زيك عنده نفس ظروفك، ده الوحيد اللي ممكن تتكلم معاه وتفتح له قلبك، عشان ده الوحيد اللي هيحس بيك. غير كده صدقني ما تتكلمش مع اي حد تاني ولا تشتكي لاي حد تاني.
ولا صاحبتك بقى ولا اهلك ولا اي حد. متنسوش اخوكم بقى في السبسكرايب ولايك عشان نقدر نكمل. نشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.